السلام عليكم. معكم دكتور أيمن القلالي من قناة مواطن صحيح. في الساعات الأخيرة الرئيس السيسي أصدر تعليمات واجبة التنفيذ بأنه تطرح كل الشركات التابعة للجيش المصري إلى الطرح في البورصة المصرية أو بيعها إلى مؤسسات اقتصادية مدنية. الحقيقة ده قرار صائب جدا في توقيت حرج جدا. الرئيس السيسي إلى حد كبير وصلته الرسالة من الشعب. أعتقد ده قرار حكيم في وقت دقيق جدا. هذا التوجه يعني خروج سطوة الجيش من الاقتصاد المصري، لأنه الكثيرين من رجال الأعمال والمستثمرين الخارجيين كانوا بيبدأ اعتراضهم انه المنافسه غير عادله بين القطاع المدني والقطاع العسكري اللي هو عنده شركات، يعني لانه لا بيدفع ضرائب ولا بيدفع كهرباء ولا بيدفع عماله ولا بيدفع جمارك، ارباح خياليه وبدون تكلفه. فطبعا ده غير عادل ابدا في اي سوق في العالم، مش مصر بس، في اي سوق في العالم ما ينفعش قطاع من القطاعات يستحوذ على إعفاءات واستثناءات أمام القطاع الخاص. ما ينفعش. الحقيقة بنحيي الرئيس السيسي على هذا القرار. أنا عارف إنه قرار حساس جدا ولكن حكيم جدا أيضا، ويا رب فعلا يبتدي ياخدوا خطوات سريعة في هذا الاتجاه، لأنه هيبقى إضافة للاقتصاد المصري، هيبقى جذب لاستثمارات أجنبية سواء كانت أمريكية أو أوروبية أو آسيوية أو خليجية أو عربية بشكل عام. شكرا رئيس السيسي على هذا القرار الحكيم في هذا التوقيت الحساس، وربنا يجيب الخير لمصر. السلام عليكم.